باودر عشان تنفش معانا وتبقى احلى. انت بتعمل خلاص هي كيكه كده، حطينا بيكنج باودر وبيض ونشا، هي كيكه. كوفي بريك. لو كوفي ميكس مش هينفع، لازم كوفي بريك يا جماعه عشان البشره تفوق، عشان تفوق معانا كده لازم كوفي بريك، في كافيين اعلى. وبعدين مش مقاطعه اظن كوفي بريك، لو جبت نسكافيه مثلا 2 في 1 لا ده مقاطعه. ليك في المصري، المنتج المصري هينضف احسن. كوفي بريك يا جماعه كده البشره تبقى معانا هتسهرنا اكتر. طبعا تعبتني معاك ثواني بس. هو اللي تعبك معاه حرام عليك يا راجل. الفيديو تمثيل وهزار وهم كاتبين، بس انا برضو الراجل صعب عليا يا عيني، اللي قاعد حاطط على وشه كوفي بريك وبيكنج باودر. عشان العروسه جايين. ثواني بسم الله ما شاء الله. انا عجبني ان المنتجات اللي بنستخدمها كلها خارج المقاطعه، فدي حاجه كويسه جدا جدا. بنحيي صاحب الفيديو على هذه الرساله، اكيد هو قصدها. اللهم صل على يا عم انت بتطلع جن يا عم. ايوه اخنوق كده. ميه نار ميه نار ميه نار. حطه في برميل هيدروكلوريك اسيد. ايه هو في حاجه اسمه كده HCl. مش محتاجه حاجه يعني. حطه في برميل كده هيدوب ويتحلل زي مسلسل بريكنج باد، وكده تبقى جريمه كامله محدش هيلاقي الجثه. وهو ده بقى تنظيف البشره الحقيقي. خلاص بس الموضوع ده هياخد وقت عبال ما تحط الجثه في الحمض، وهتاخد لها مثلا ساعتين 3 عبال ما تدوب. في هذه الاثناء ممكن تتفرج على فيديوهات من سلسله تعالى يلا نشوف الهجاير عشان هتعجبك جدا وهتسليك، هتلاقي الوقت عدى بسرعه جدا. وتشترك على القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه اول باول. وارجوك ما تعملش كده عشان انا بهزر، ولو استدعوني في المحكمه عشان اشهد على حاجه الفيديو ده هزار ماليش دعوه. تعالى يلا نشوف الهجاير.